السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. خوتي مهماتي، كنتمنىكم يا ربي تكونوا كلكم على خير وبخير. واقتراح اليوم ان شاء الله غادي يكون عبارة على واحد بسطيلة بواحد الحشوة وواحد الشرمولات اللي كتجي من اروع ما يكون. كنتمنى خوتي انكم تتبعوا معايا الفيديو من الاول الى الاخير لان كتستحق التجربة وعواشركم مبروكة. يلا خليكم معايا. بسم الله. اول شيء غادي نقوم به هو اننا غادي نحضروا شرمولة او التبيله ديال السمك. عندي نصف ربطه ديال القزبور معدنوس، ودائما القزبور كيكون عندنا اكثر من المعدنوس. 5 حبات ديال الفصوص ديال الثوم، 2 حبات نتاع النويره اللي تبارك الله كتوفر في جميع المحلات. وبالنسبه للناس اللي عايشين هنا في اسبانيا، ها هي نوريكم الساشيه كيفاش دايره. انا دائما كتعجبني اما معجون ديال الفلفله او هاد النويره. انا ما كتعجبنيش بسطيله ديال الحوت، معجون ديال الطماطم. بالنسبه للتوابل، عندي ملعقه كبيره نتاع التوابل ديال البسطيله ديال الحوت. وبالنسبه للناس اللي متوفرش عندهم هاد التوابل هادي ماشي مشكل، يجيبوا قشور نتاع الكروفيت كينقيوه مزيان وكيغسلوه، ومن بعد تدخلوه للفران حتى كيحصلوا حتى كينشف او كيبس، ومن بعد كنطحنوه على هاد الشكل هذا وكنستعملوه في جميع المملحات او بسطيلات ديال السمك. ملعقه كبيره نتاع بابريكا، ملعقه صغيره ديال الكمون، ملعقه صغيره ديال الخرقوم، ربع ملعقه صغيره ديال الزنجبيل، ربع ملعقه صغيره ديال الفلفل الاسود. وانا دائما اخوتي اذا كنتوفر عندكم كنستعمل اللب ديال الحامض مرقد او الحامض مصير. استعملت فقط واحد النصف حامضه، والنصف حامضه عصير ديال الحامض اللي يكون طبيعي العصير ديالو. بالنسبه للشطه او الهريسه كنستعمل واحد الملعقه صغيره او ملعقه كبيره، كتبقى على حسب الا كانت حاره او ماشي حاره. الا كانت حاره تقدروا انكم تستعملوا نصف الكميه، ما كانتش حاره تقدروا تستعملوا اكثر. يعني دائما ديك البنه نتاع الحراره كتجينا زوينه في المملحات او بصيله ديال السمك. وكذلك غنستعمل تقريبا واحد 3 او 4 ديال المعالق ديال الصوجا لايت. الان غادي نمشي نطحن هاد المكونات كلها مع بعض. انا هنا ما استعملتش الملحه لانكم عارفين الحامض مرقد، وكذلك الهريسه والصوجا فيهم واحد الكميه نتاع الملحه. حتى نطحن ونسالي عاد من بعد غادي ندوق. الا لقيت بانها مازال مسوسه غادي نزيد واحد الكميه نتاع الملحه. بسم الله. الان غادي نمشيو مباشره باش غادي نشحروا السمك ديالنا. بالنسبه للشرموله شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي رائعه خوتي، تصدقوني جربوها بهاد المكونات هادو وردوا عليا الخبر، كتجي من اروع ما يكون. هي اللي غتكون عندي لاباز باش غنشرمل فيها السمك. في مقلاة غادي نجيبوا واحد الكميه من الزيت. بسم الله كنوضعوا فيها. كنوضعوا واحد الملعقه كبيره من التبليله او من الشرموله. هنا غادي نتبلو اول حاجه الكروفيت او الغامبا. هنا غادي نستعمل تقريبا واحد 500 غرام، وكتبقى كل واحد على حسب الكميه اللي بغا. تقدروا انكم تعملوا فقط واحد 250 غرام، كل واحد والاستطاعه ديالو. كنخليو شرموله واحد شويه فوق النار على درجه حراره متوسطه. الان غادي نوضعوا الكروفيت او الغامبا. بسم الله. بالنسبه للغامبا راكم عارفين البنات ما طيبوهاش بزاف، اصلا السمك بصفه عامه ما كيبغيش طيب بزاف. وراكم عارفين ملي كنوضعوا الغامبه ضروري نجهدوا على البوطه. انا جهدت عليها رقم 8 باش ما غتطلقليش واحد الكميه ديال الماء. اليوم اخوتي لاحظوا معايا دابا الطياب ديالها صافي. دابا غنطفي عليها البوطه هانتوما، يعني ما كطيبش بزاف. هانتوما كتبقى مازال شويه فتيه من الداخل. دابا غادي نوضعها في واحد البول، ومن طبيعه الحال نخليها واحد المده نتاع تقريبا واحد نصف ساعه لما كتشرب الغامبه هذيك المكونات. نوضع كذلك واحد الكميه نتاع الزيت فقط القليل، واحد شويه نتاع الشرموله باش غادي نشرملو الكالامار. الان غادي نوضع واحد الكميه نتاع الكالامار. انا هنا استعملت تقريبا واحد 450 غرام اللي شريت، ولكن ملي خرجت وجيت لقيت البنات كلاو ليا النص بصحتهم. دابا نولي ان شاء الله باذن الله نزيد واحد شويه. ومن غادي نوريكم هاد الطريقه. استعملت تقريبا واحد 400 او 500 غرام ديال الكالامار باش تجيكم بسطيله تبارك الله، يعني عامره بالسمك. ودائما كما كنقول لكم الا كنت بغيتوا انكم تعملوا كميه قليله تقدروا انكم تعملوا كميه قليله حتى هو راه طاب. دابا غادي نوضعوه مع الكروفيت. هنا ما تبقى لنا من هذيك الشرموله كنوضعوا فيها كذلك واحد الكميه، يعني تقريبا واحد الملعقه نتاع الزيت. عندي هنايا الفطر الطبيعي قطعته الى قطع هكا شرائح، حتى هو كنوضعو. استعملت 200 غرام. نقدر نزيد ليه واحد شويه تاع شرموله حتى هو.
صافي نخلطوا هاد المكونات وتبارك الله حتى الفطر هو عندنا اصبح جاهز. هانتوما شوفوا معايا تشرب شرموله. دابا غادي نتركوه جانبا. عندي هنايا المرنه جبتها ونقيتها مزيان من الشوك. راكم عارفين بان الجوانب يكون عامره بالشوك كذلك من الجهه الفوقانيه ما خليت فيها حتى شوكه. دابا صافي غادي نجيو غادي نشرملوها بسم الله بهذيك الشرموله اللي كنا عملنا. صافي من بعد ما شرملنا الحوت مزيان المرنه صافي دابا غادي نغطيها وغادي نوضعها في الثلاجه واحد المده ما بين ساعه حتى ساعتين ديال المكانه. عاد من بعد كنخرجها وندخلها للفران. الان كذلك غادي نشرمل الشعريه الصينيه. هادشي ما تبقى لنا من الشرموله كنوضعوها مع شويه تاع الزيت في المقلاه وكنتركوها واحد شويه مع الزيت حتى كتجانس مع بعضياتها. عاد من بعد كنوضع الشعريه الصينيه. بالنسبه للشعريه الصينيه راكم عارفين بهاد الطريقه ديالها. كنجيبوا درت هنا جوج حبات نتاع الشعريه درتهم في الماء سخون وخليتهم حتى رطابوا معنا شويه. عاد من بعد قطعتهم الى قطع صغيره. من بعد ما تشحرت معنا واحد شويه غادي نوضعوا الشعريه بسم الله ونخلطوا. بعد ما خلطنا الكل هنا بالنسبه للكروفيت والغامبه كما غتلاحظوا معايا طحنتهم واحد الطحنه خفيفه باش كتجينا تبارك الله بسطيله عامره بالحوت. وبالنسبه للفطر العادي اللي كنت شحرته معكم كذلك عملت ليه واحد 50 غرام تاع الفطر الاسود خليته نقعته حتى طاح في الحجم ديالو. دعوا تغسلوه مزيان عاد تخليوه في الماء وتا هو طحنته هانتوما على هذا الشكل هذا باش كتجينا بسطيله ديالنا كما قلت لكم عامره. صافي دابا ان شاء الله باذن الله كنوضعوا هاد المكونات كلها مع بعض وكنخلطوا المكونات مزيان مع بعض. بطبيعه الحال درجه الحراره كتكون متوسطه غير واحد شويه على ما كتجانس المكونات وكتذوقوها. الا لقيتوها هي هذيك مزيان ما لقيتوهاش هي هذيك تقدروا انكم تزيدوا واحد شويه تاع الصوجا او شويه تاع الملحه يبقى لكم الاختيار. وبالنسبه للناس اللي كتبغي الحموضه اكثر تقدروا انكم تزيدوا قشور ديال الحامض اللي كيكون مرقد او مصير كتزيدوا غير واحد شويه. بالنسبه للغامبه نتوما شوفوا راه مازال يعني الغامبه صحيحه عندنا ها هي شوف يعني طحنت غير واحد الطحنه خفيفه. وبالنسبه للكالامار صافي كسبت غير بهذيك الكميه اللي وريتكم قبيله يعني تقريبا واحد 250 غرام وتبارك الله يعني الحشوه عطاتنا الخير والبركه. بالنسبه للميرنا يعني دخلتها للفران خليتها كطيب ما طيبوهاش بزاف. هانتوما تشوفوا معايا ان شاء الله باذن الله الطياب ديالها. وخليتها هي التالي ملي غادي نعمر بسطيله غادي ندير واحد شويه تاع الميرنا باش كتجينا الحوت باين. المكونات كلها عندنا جاهزه. بالنسبه للورقه ديال البسطيله راني شرتها معكم شحال من مره كتجي صراحه رائعه بزاف. كنتمنى خوتي انكم تجربوها. هذيك المره عملت معكم بها سيجار دابا غادي نعمل معكم ميني بسطيلات بها. هانتوما شوفوا كيفاش كتجي الحشوه. انا صفيتها ضروري انكم تصفيوها باش الا كان شويه فيها نتاع السوائل كتصفى باش ملي كنعملوها في الورقه ما كتقطعش. وبالنسبه للميرنا انا دخلتها للفران. هانتوما شوفوا خليتها هكايا غادي نفردتها غير واحد شويه. هانتوما شوفوا يعني الطياب ديالها كيفاش كيجي ما كطيبوهاش بزاف كتخليوها شويه هكا رطبه. هانتوما شوفوا تبارك الله وما نقولكمش المذاق جات بنينه بزاف هاد الشرميله هادي. دابا غادي نشكل ميني بسطيلات. انا غادي نجيب هذه نتاع الكولاكا ولا جيبوا اي حاجه متوفره عندكم. صافي كنجيو كنعملوا الورقه الاولى بسم الله. انا غادي نستعمل جوج ديال الورقات كنعملوا الحشوه كنعمروا مزيان بسم الله. بالنسبه للميرنا كنوضعوها على هذا الشكل هذا. نضغطوا واحد شويه ونبداو نجمعوا. كنقادو هانتوما شوفوا تبارك الله كيفاش كتجي ورقه في الخدمه يعني كلشي على عينيكم. غادي نجيب واحد الورقه واحده اخرى ثانيه غادي نولي نوضعها حيت انا باغا نطوبلهم. كنوضع الطرف هذا هنايا لتحت ونبدا نجمع.
المهم الا كان مازلنا واحد شويه نتاع الزوائد نقدروا اننا نحيدوه هكايا. كنتمنى خوتي ان الصوره تكون واضحه. صافي كنقادوها واحد شويه وها هو الشكل ديالها هانتوما، يعني تبارك الله كتجي مقاده غزاله بزاف. ها بالنسبه للورقه ما بقات لياش، كملتهم بالورقه ديال الفيلو، حتى هما صراحه كيجيو زوينين، راكم عارفين الورقه ديال الفيلو مع المملحات كيجيو مقرمشين ورائعين. وهنايا غادي ندخل واحد الكميه الى الفرن، كنجيب واحد البيضه وكذلك قشور تاع الكروفيت الا كان متوفر عندكم، كنضربوه وكندهنوها مزيان، كنزوقها بواحد شويه نتاع السمسم وندخلها على درجه حراره 175 باش كيطيبوا على خاطرهم. وضروري عملتهم بالورقه تقبوهم واحد شويه، انا تفرعت معايا لان ما تقبتهاش باش ما كتجيكم النتيجه زوينه. المهم اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو، كنتمنى انكم تجربوا هذه الحشوه لانها كتجي اكثر من رائعه وتبارك الله كتعطي كميه وفيره. المهم اخوتي وصلنا لنهايه الفيديو، الى عجبكم الفيديو ما تبخلوش علاقتكم باللايك والاشتراك. يلا خليتكم على خير ومع السلامه.